مساء عظيم على جميع المسلمين في أمريكا. عنوان شوية يخض، لأن في ناس تعتقد قبل حتى ما تخش تشوف المحتوى إن أنا بنتقد أو بهاجم. بالعكس، خلونا نشوف المحتوى الأول، بعد كده نقيم موضوعه، مقبول طبعا كل الآراء المحترمة. آه المسلمين في أمريكا شأنهم شأن كل الجالية العربية، ناس بتسعى إلى رزقها، ناس بتسعى إلى تحسين مستواها الاجتماعي والمادي، ناس بتربي أولادها على الثقافة بتاعتهم، من نواحي الصلاة، من ناحية أركان الدين، يعني الأمور اللي هي العقائدية، ودون الاختلاط كثيرا مع المجتمعات الغربية أو الأمريكية تحديدا، لما يوجد اختلاف ما بينهم. جالية لا توجد فيها أنا بتكلم هنا عموما عن الجالية العربية، لا توجد فيها أحداث إجرامية أو نوع من أنواع ال يعني العنف. ليه؟ لأنهم جايين يحترموا قوانين الدولة ديت اللي بتشترط على جميع الالتزام بالقانون واحترامه، وإلا سيكون هناك عقاب، وعقاب قاسي. ده بقوله لأن عن تجربة 10 سنين في أمريكا، في تعاملاتي مع الكثير من إخواتنا المسلمين، طبعا معظمهم من الجالية المصرية اللي أنا أنتمي إليها، والباقية تنتمي إلى جنسيات عربية أو شرق آسيوية. التوقيت دوت بعد أحداث مؤخرة حصلت، إن كان من الشخص الأفغاني اللي قام بمحاولة اقتحام البيت الأبيض وإطلاق النار على بعض الحرس الجمهوري، أدى إلى وفاة أحد أفرادها والآخر في حالة خطرة، أو بعد أحداث ديربون اللي في ولاية ميتشيغان الأمريكية، في محاولة من أشخاص متطرفين لإحراق القرآن وإقامة مظاهرات عدائية ضد الإسلام، وكان هناك تصدي من بعض الأشخاص المسلمين ليهم، وحصل بعض المشاحنات وبعض الاحتكاكات، لكن الموضوع بشكل أو بآخر انتهى. حتى لا تتكرر هذه الأمور، وحتى لا نرى يعني تفرق أو تحزب أو طائفية في أمريكا، وده أمر ليست الولايات المتحدة الأمريكية معتادة عليه، لأنها دولة قانون ودستور. خلونا نتكلم شوية عن الاحترام للثقافات، الاحترام للديانات والاختلافات التي بيننا، لأن احنا كمسيحيين وشرق أوسطيين ومصريين عشنا حياتنا كلنا متحدين مع اخواتنا المسلمين في مصر. طبعا ما اقدرش انكر، وانا واحد من الناس اللي كنت بدافع عن حقوق الاقباط في مصر ك كناشط حقوقي. يوجد تطرف، يوجد اشخاص متطرفه، وكان يوجد ارهاب، وربما ما يزال يوجد ارهاب فكري على الاقل في مصر وفي بلدان عربيه اخرى. لكن النسبه الغالبه هي التعايش السلمي ما بيننا وبين بعض. أكثر تعايشا في لبنان، أكثر تعايشا في الأردن، أكثر تعايشا في بلدان عربية أخرى، وأكثر عنفا وطائفية في سوريا وفي العراق وفي أيضا بلدان عربية أخرى. نسبة تتفاوت، ترجع بقى للأصول الفكرية والأيديولوجية القديمة وفلسفة نقول التراث أو الورث اللي احنا خدناه من أهلنا وأجدادنا. لكن هنا في أمريكا الوضع بيختلف، لأن الكل هنا بيلتزم بالقانون والدستور، وإلا فكثير من إخواتنا المسلمين هنا جايين لسعي للرزق، جايين سعي إلى تربية أولادهم وبناء مستقبل ليهم، جايين سعيا إلى حياة أفضل. ف مفيش مساحة هنا لإيجاد تطرف، مفيش مساحة هنا لإيجاد عنف، مفيش مساحة هنا لإيجاد طائفية. فإذا أحدث البعض هذه الفرقة أو الطائفية، أو إقامة مظاهرات عدائية ضد دين من الأديان، وإقامة بحركة مقدس ديني، أمر مرفوض تماما. زي ما احنا بنرفضه علينا بنرفضه عن غيرنا. حتى في بعض الأشخاص لما بيطرح يعني أمور مسيحية على السوشيال ميديا في أمريكا، بنلاقي التعليقات أخف وطأة من ما يطرح في نفس الأحداث دي أو في نفس المواضيع ديت على السوشيال ميديا المصرية في مصر. يعني مثلا يعني وفاة مثلا رمز ديني مسيحي أو ممثل مسيحي، لما بيعلن ده هنا في الأخبار والصحف الأمريكية، بيكون الموضوع مقبول من أشخاص ينتموا إلى الديانة الإسلامية تجاه مثلا الله يرحمه، تجاه الشخص الذي توفى. لكن في مصر لا، بنشوف بقى ده كافر ولا يجوز الرحمة. طب ايه الاختلاف اللي بيحصل؟
يا سيدي أو سادتي الأفاضل، الاختلاف هو ما تحكمه كل دولة من قوانين ودستور ومدى تنفيذها. لأن لو قلنا بالقانون المصري، لا، القانون المصري والدستور المصري بيكفل الحرية للجميع والمعتقد للجميع واحترام حرية الآخر وفي مواد دستورية وقانونية بتنص على ذلك، لكن مدى تنفيذها هو اللي بيبقى في جاب، في حلقة فراغ موجودة، دي بيستغلها بعض المتطرفين في إظهار عداوتهم أو يعني الشر اللي جواهم. في أمريكا الدستور والقانون بينفذ حرفيا، فبيبقى المساحة شبه معدومة لمن يحاول أن يتطرف أو يفرض فكره المتطرف. أقدر أوصل لنتيجة أن إخواتنا المسلمين هم جزء لا يتجزأ، سواء في مصر في التعايش السلمي مع المسيحيين، أو جزء لا يتجزأ في تعايشهم السلمي أيضا مع المسيحيين المصريين أو غير المصريين الموجودين في أمريكا. أحترم جدا ثقافتهم، أحترم جدا لباسهم للحجاب، أحترم جدا إقامة صلواتهم اللي هم هنا بيلتزموا بيها داخل المساجد فقط وليس في الأروقة أو في الشوارع، إلا باستثناء في صلاة العيد اللي بتبقى الأعداد فيها أكتر من مساحة المسجد، فبيتم تخصيص وفقا لبيرميت من السيتي في مكان باركنج لوت حوالين أو أراوند المسجد في إقامة الصلوات، ودي بتبقى المدة محددة ربما لا تتعدى نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ثم بيكون الأوضاع كما هي داخل المساجد. في المجمل أنا هدفي إن إحنا ما نوجدش حالة أو نشجع حالة من التفرق أو التطرف الموجود ما بين الأطياف المختلفة في أمريكا، لأن الجنسيات والأديان والمعتقدات وده هنا اختلاف رهيب جدا جدا. يعني احنا في مصر 3 طوائف مسيحية وطائفة مسلمة وربما طائفة شيعية قليلة جدا جدا لا تذكر لكن موجودة. لكن في أمريكا لا، ده كله واللا دينيين كمان موجودين، ولا يمكن أن تتعدى حدود الحرية دي، ومهما كان يعتقد ومهما كان ما دام هو ملتزم بحدود حريته لم يتعدى على الآخرين. أرفض تماما ما يحدث أو ما حدث في ديربون بولاية ميشيغان. أرفض تماما تصريحات بعض الشخصيات العامة في عدائها ضد أحد الأديان أو طوائف نظرا لبعض الأحداث اللي بيمثلها أشخاصها أو ثقافتهم اللي جايين بيها. أدين بشدة كل أحداث الاعتداء والعنف الذي يمارس ضد الآخرين بأي هدف وبأي مسمى، ولكن أتمنى أن تهدأ الأمور، لأن الأحداث اللي شفتها أنا شخصيا السنة دي تصاعدت بشكل رهيب جدا 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 عن كل السنين اللي أنا عشتها في أمريكا، ويمكن عن السنين اللي أنا كنت بتابع فيها الأخبار زي شأن كل الناس، الأخبار وأحداث المجتمع الأمريكي أيام ما كنت في مصر. الجالية المصرية مسيحيينها ومسلمينها على توافق تام. أنا شخصيا لدي أصدقاء مسلمين، ويوميا أو شبه يوميا بتعرف على بعض إخواتنا المسلمين المصريين ولو بالصدفة، بلاقي منهم احترام وتقدير وذوق والالتزام بالقوانين والدساتير الأمريكية، وده زي ما قلت هو ده اللي بتفرضه الدولة على المواطنين مهما كانت حتى اختلافات معتقداتهم أو أفكارهم أو يعني توجهاتهم. من الآخر الأزمة ليست في الأفكار لكن في القوانين والدساتير التي تحكم وتتحكم في مدى انحراف أو مدى يعني قسوة بعض الأفكار اتجاه الآخرين. القانون يبقى قوي والدستور يبقى قوي، ما بتديش مساحة للفكر المتطرف ان هو ينفذ او ينتشر او يؤصل في الاولاد والاحفاد. اتمنى للجميع الخير وشكرا لكم.